ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل اكتر وصفة طلبتوها مني، كعب الغزال او القراقيش او المنين بالعجوة زي ما تحبوا تسموها. احسن وصفة تفطروا بيها في العيد الصبح مع كوباية شاي بلبن، طبعا بطريقة ماما. شايفين ناعمة ازاي؟ بصوا من جوه، دي احسن طريقة كعب غزال ممكن تجربوها، وطريقتها سهلة جدا. عندي هنا كيلو من الدقيق، عليه معلقة ممسوحة من الخميرة وربع معلقة من الملح، وعندي معلقة كبيرة سكر. هنقلب بقى كل المكونات الجافة مع بعض. في ناس بتحب تحط سمسم، بس احنا بصراحة مش بنحب نحط سمسم في القراقيش، بنحط السمسم في العجوة من جوه. عندي هنا نص كيلو من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، ممكن سمنة بلدي، أي نوع سمنة تفضلوه. ده لو طبعا انتوا عايزين القراقيش تبقى ناعمة قوي زي ما احنا بنعملها. لو انتوا مش عايزينها ناعمة كده، ممكن تقللوا كمية السمنة شوية، يبقوا حوالي 400 جرام بس. هنبدأ بقى نبس العجينة كده زي الكحك بالظبط. طبعا المعجنات الدسمة زي الكحك والقراقيش والحاجات دي كلها، اهم حاجة فيها طريقة البس بتاعتها كده، ان احنا نخلي الدقيق يشرب كل كمية السمنة لحد ما نوصل لعجينة في الاخر. تحسوا ان الدقيق خلاص مش محتاج اي سوائل، بيبقى عبارة عن عجينة طرية، بس احنا طبعا لازم نزود سوائل. شايفين طريقة البس عاملة ازاي؟ وكل ما نطول في البس هنلاقي شكل الدقيق بتاعنا اتغير بالشكل ده كده. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا احنا بنحب نعمله ناعم، فبنحط نص كيلو من السمنة بدرجة حرارة الغرفة. استخدموا بقى اي نوع تحبوه، بلدي بس طبعا يعني السمنة البلدي بتبقى طعمها حلو جدا فيه. شايفين شكل العجينة لمت ازاي؟ تحسوا ان انتوا مش محتاجين سوائل، يعني خلاص في العجينة والعجينة بقت متماسكة، بس طبعا لازم نحط سوائل في العجينة بالشكل ده كده. وطبعا مجهزين على جنب اللبن، هنعجن النهاردة باللبن، طبعا بيبقى احسن بكتير. لو حد عايز يعجنه بمية عادي، بس طبعا اللبن يعني بيبقى بيدي طعم وغناوة كده للعجينة. بصوا العجينة معايا لمت ازاي، بقت عجينة متماسكة خالص اهي. هنبدأ بقى في المرحلة دي ان احنا نزود اللبن، لبن دافي. هنستخدم في الوصفة النهاردة من كوباية لكوباية ونص من اللبن الدافي. كل نوع دقيق على حسب احتياجه للسوائل. احنا النهاردة احتاجنا كوباية وربع بس من الدقيق، وطبعا مش بنعجن كتير اهو. حطينا الاول كوباية، وبعدين لقينا ان هي محتاجة تاني لبن، فحطينا ربع كوباية. ما كملناش نص الكوباية، هي كانت ربع كوباية بس زي ما انتوا شايفين كده. وهقول لكم دلوقتي تعرفوا ازاي ان العجينة بقت مش محتاجة سوائل خلاص. اهو شايفين هي ربع كوباية بس تاني اللي احنا احتاجناه، يبقى احنا هنا احتاجنا كوباية وربع من الحليب الدافي. هوريكم دلوقتي ملمس العجينة اهو. شايفين العجينة بتبقى طرية خالص زي الملبن بالظبط.
اهو هو ده القوام المظبوط. طبعا احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينة بس كده باللبن اهو. شايفين اهو، هنا بتوريك اهو شكلها عامل ازاي. لما تيجي تفرديها كده هتلاقيها ما شققتش معاكي وناعمة خالص كده، تبقى مظبوطة ومش محتاجة اي سوائل تانية. هنحطها بقى على جنب كده ونغطيها بكيس لحد ما نجهز العجوة بتاعتنا. هي مش بتخمر، يا دوب بس ترتاح على ما نجهز العجوة. عندي هنا العجوة اي كمية انتوا عايزينها. نحط عليها معلقة صغيرة من القرفة ومعلقتين سمسم ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي عشان تبقى طرية معايا. وهنبدأ بقى ان احنا نعجن العجوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ده حوالي كيلو من العجوة. وده بلح، بلح عجوة واحنا فرمينه، مش عجوة جاهزة. هنا بقى ماما بتبدأ ان هي تشكل العجوة بتاعتها صوابع طويلة علشان تحشي بيها الكعب الغزال او القراقيش. بتشكلها كده بالشكل ده، بشكل اسطواني كده طويل. في ناس بتحب العجوة قليلة، في ناس بتحبها كتير، زي ما انتوا عايزين. هنشكل بقى كل الكمية. هنا بقى بعد ما شكلت كل الكمية جابت قطعة من العجينة وابتدت برضو ان هي تلفها زي العجوة بالظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده هتبططها بايدها. شايفين العجينة ناعمة ازاي؟ هو ده القوام الصح. لو لقيتوها ناشفة معاكوا يبقى هي محتاجة حبة سوائل تاني. هتبدأ بقى ان هي تحط العجوة كده وتقفل عليها من كل الجهات اهو. وهتقفل بقى وتخلي القفلة ديت من تحت بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم دي احسن طريقة قراقيش ممكن تجربوها في حياتكم. بتبدأ بقى تقطعها كده، احنا بنحبها صغيرة خالص. وتحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تخلوا كل القطع قد بعضها. شايفين هي بتقيس بايديها كده كل القطع قد بعضها، وبتقطعها بسكينة. شايفين كل القطع قد بعضها ازاي؟ واللي خلص بتبدأ ان هي ترصه في الصينية. طريقة الرص في الصينية بقى دي مهمة جدا. بترصها في الصينية وبتلزقهم كلهم جنب بعض كده. بتجيب الجنب بتاع اللي فيه العجوة وبتلزقه كده في الصينية، وبنلزقهم كده جنب بعض علشان العجوة ما تنشفش مننا في الفرن. شايفين بالشكل ده كده؟ بترصوهم وتلزقوهم جنب بعض من الناحية اللي فيها عجوة. هي دي الطريقة الصحيحة عشان العجوة ما تنشفش معانا. شايفين؟ بنرص بقى كل الكمية كده ونغطيها ونسيبها ترتاح حوالي نص ساعة قبل ما تدخل الفرن، مش اكتر من كده. بندخلها طبعا على فرن سخن بعد مرور نص ساعة. وده طبعا شكلها بعد ما خرج من الفرن. شايفين لونها وشكلها عامل ازاي؟ الريحة بقى مش قادرة اوصف لكم، والطعم وناعمة جدا بتدوب في البق.
مع كوباية شاي بلبن بقى الصبح، مش قادرة اوصف لكم طعمها بيكون عامل ازاي. طبعا لو عايزين نعمل الوصفة دي سادة ينفع، وبنزود شمر او سمسم، اي حاجة او اي نكهة احنا بنحبها. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.